هي الفكرة الأساسية اللي احنا دايما بنتكلم فيها في إن احنا الدراسة اللي احنا بندرسها ما بتبقاش مناسبة إن احنا ننزل سوق العمل. بس لما نيجي ننزل سوق العمل وناخد الخبرة العملية، هتلاقي إن أنت الدراسة اللي بتدرسها هي أكتر من سوق العمل أصلا. يعني هي المفروض بتأهلك لسوق العمل العالمي، بس الفكرة إن هي تدرس صح، تدرس بشكل عملي أكتر مش بشكل نظري. تدرس ليكم بطريقة إن تعالى انزل على أرض الواقع، وهو ده اللي المفروض بدأوا ينفذوه عندكم في كل الكليات العملية، إن لازم تنزل تدريب عملي خلال الأجازة تنفذ بيه الحاجات اللي أنت درستها. بس برضه لغاية دلوقتي ما بتتنفذش بطريقة صح. التدريبات دي ففي منها من التدريبات زي التدريبات الصيفية والمنح وغيرها من اللي بتبقى موجودة، ما بتبقاش بشكل كويس، ما بتبقاش بتاخد منها الخبرة الحقيقية اللي انت عايزها. بيبقى علينا كجهة تدريبية عبء ان احنا لازم نديك كونتنت معين متفقين عليه، لازم تاخده في عدد سيشنز معينة، ما ينفعش نزودها ما ينفعش نقللها. بتبقى بحاجات معينة وتفاصيل كتير. فاحنا روبوتك بدأنا ب تفاصيل اكتر، عايزين ان احنا بالنسبه لنا تبقى انت كطالب تقدر تستفيد، انت تحول الفكره نفسها او الدراسه اللي انت درستها لشكل عملي ونوصلك كمان لسوق العمل. الدراسه بتاعتنا عايزين بقى ننفذها على ارض الواقع. بننفذها ازاي؟ روبوتك بدأت في ان احنا بندي تدريبات جنرال ورك شوبس. التدريبات بتاعتنا انا ما بحبش اقول عليها كورسات، ان الكورسز بالنسبه لي دي حاجه معلومه بتاخدها وشكرا، وبيضاف عليها كورس فيه حاجات عمليه اكتر. لكن الحقيقه لا، انا بالنسبه لي مش حابب خالص ان كلمه كورس دي تتقال. انا بحب كلمه تدريب. انت نازل تدريب عشان انت اصلا في كليه عمليه، فانت ما ينفعش اصلا تقول ان انت نازل كورس. لا، انت لازم تنزل تدريب. التدريب ده عملي، التدريب ده انت رايح تنفذ بايدك، التدريب ده انت مش رايح تسمع كلام نظري. خلينا نقول السيشن النهارده واحنا بنتكلم فيها مع بعض هتلاقيني بشرح شويه، هتلاقيني بنتكلم شويه. دي عشان سيشن. اما بنتكلم في التدريب لا، انت لازم بايدك انت اللي بتتحرك. بنقول 80% على الطالب و20% على الانستراكتور اللي هو اللي بيشرح نفسه. طب ازاي ان 80% من وقت السيشن المفروض الطالب بينفذ بايده؟ او لو كانت الكونتنت كتير وفي شرح كتير، فلازم يكون في اساينمنتس عليه بتسلمها، ويكون معاك منتور متابع ليك. وهو ده اللي احنا بنحاول ننفذه باحسن شكل ممكن على قد ما نقدر، ان يكون معاك منتور بيتابعك. بنجمعكم في جروب واتساب، بنبدا ان احنا نساله وتكلموا مع بعض. بننزل شويه مش عارف في منكم اللي دخل التليجرام ولا لا، اللي هو المبادره اللي احنا بدأناها. المبادرة بتاعت التليجرام احنا عدد كبير قوي من الطلبة دخلت معانا، بدأت تجرب، بدأت تبعت الاساينمنتس بتاعتها. كل ده طبعا كان مبادرة فور فري، وهتبدأ تتجدد معانا من النهارده. الناس اللي حابة تقدم معانا وانتوا هيبقى ليكم الأولوية. المبادرة كانت في الأول كانت للأردوينو بس، بعد كده احنا هنخليها من الأردوينو والسوليد وورك والاي اي.